حسام بودقجي، وهنا حسام يخطف الكرة ويواجه أمجد السيد، ولكن يخرج أمجد السيد بكل أناقة ولباقة واستبسال إلى محمد حسام بودقجي، ويقطع هذه الكرة قبل أن يودعها في مرمى فريق المجد. لكن كان كلام آخر إلى الفريقين، لكن المجد يحاول بهذه الكرة لفريق الجيش، والخروج غير موفق لأمجد السيد، والذي خرج إلى خارج منطقة الجزاء. ولكن هنا التدخل من مهاجم فريق الجيش محمد عقاد، استطاع أو حصل هناك خطأ على حارس مرمى فريق المجد الذي خرج من مرماه لقطع هذه الكرة. سلامات لأمجد السيد، وهنا الخطأ يأتي على محمد عقاد مهاجم سجله باسل مصطفى في الدقيقة 5 من مجرى الشوط الثاني. هنا الهجوم المرتد ودخول من الناحية اليسرى وخروج مميز لأمجد السيد الذي إليه أول محاولة إليه. هنا كرة لصالح فريق الجيش من الناحية اليسرى رقم 27، والدخول في هذه الكرة محاولة والتسديد المباغتة، ولكن أمجد السيد ينقذ هذه الكرة بيسراه، والكرة تعود مرة أخرى لصالح فريق الجيش، ولكن قلب الدفاع يبعد هذه الكرة إلى ركلة ركنية لصالح فريق الجيش من الناحية اليسرى رقم 27 بهاء الأسدي. في كرة رائعة وجميلة سددت، ولكن التصدي الرائع لأمجد السيد لهذه الكرة لتعاد الكرة إلى داخل منطقة الجزاء، تبعد من الدفاع إلى ركلة ركنية. سنتابع هذه الركلة من الناحية اليسرى ودخول من مهاجمي الجيش وخروج لأمجد السيد بقبضة يده، يبعد هذه الكرة إلى رجا رافع